عاش خاين ومات غريب. دي الكلمات اللي قالها بهجت قمر عن أخوه بعد وفاته، واللي هو أيضا عم الفنان مصطفى قمر. اسمه بالكامل عبد الغني محمد إبراهيم قمر. اتولد في اسكندرية يوم 18 ديسمبر عام 1921 بعد ما خلص دبلوم المعهد العالي للسينما عام 1950. اشتغل في الجمارك لفترة، وبعدها دخل عالم الفن. التحق بفرق المسرح زي فرقة المسرح المصري الحديث والفرقة القومية، وكمان فرقة إسماعيل ياسين. بعدها اشتغل في السينما وقدم أدوار بارزة زي دور النجعاوي في فيلم 30 يوم في السجن، وفيلم رابعة العدوية، وورد الغرام، وصراع في الوادي، وغيرها من الأفلام. أما في التلفزيون فقدم أعمال كتيرة، أهمها الثلاثية المشهورة والساقية والرحيل. في الأربعينات سافر عبد الغني ليبيا وشارك في فيلم الرسالة، والفيلم ده عمل له نقلة كبيرة في حياته. لكن عبد الغني حياته ما كانتش كلها نجاح وبس. في مايو سنة 1955 نشرت مجلة الجيل الجديد خبر بيقول إن عبد الغني أخرج فيلم من غير ما يكون عضو في نقابة المهن السينمائية، وده مخالف للقانون. وساعتها الصحفي مفيد فوزي قال إن عبد الغني فعلا اعترف إنه أخرج الفيلم، بس هو اضطر إنه يعمل كده علشان المخرج الأصلي ساب الفيلم، فاضطر يكمله هو. والنيابة بعد التحقيق شافت إنه جريمة بس عن طريق الخطأ. الفنان عبد الغني قمر ومواقفه السياسية اللي قلبت حياته. عبد الغني قمر كان معارض بوضوح لمعاهدة كامب ديفيد، ورأى إنها خروج عن المصلحة الوطنية، والموضوع ده خلى شغله في مصر يتوقف. في مايو سنة 1956 وقت العدوان الثلاثي على مصر، الإنجليز عملوا إذاعة في قبرص اسمها صوت مصر الحرة. ولما المذيعين العرب استقالوا من إذاعة الشرق الأدنى هناك، اضطروا يجيبوا ناس تانية مكانهم يتكلموا عربي، وكان عبد الغني من الناس اللي راحوا وشاركوا في الإذاعة دي. الإذاعة كانت بتهاجم الحكومة المصرية وبتحرض الشعب إنه ينقلب عليها، بس الشعب المصري وقتها مهتمش وكمل مقاومته. بس الموضوع موقفش لحد هنا. بعد زيارة السادات للقدس، معظم الدول العربية رفضت الخطوة دي، وصدام حسين ساعتها عمل إذاعة سماها جبهة الرفض العربي. ووقتها استقبل صدام حسين شوية فنانين وإعلاميين مصريين ومعارضين للسادات علشان يهاجموا الحكومة من هناك، وكان من ضمنهم عبد الغني قمر، واللي كان بيقدم فيها برامج تنتقد السادات وزوجته بشكل ساخر. وبالرغم إن العراق صرفت على الإذاعة دي كتير جدا، لكن الإذاعة ما كانتش مؤثرة في الشارع المصري خالص. بعد اغتيال السادات ومحمد حسني مبارك مسك الحكم، الأمور اتغيرت جدا، خصوصا بعد ما صدام حسين دخل حرب مع إيران واحتاج من مصر إنها تساعده. وقتها اتقفلت الإذاعة دي، لكن عبد الغني فضل قاعد في العراق لحد ما توفى في 4 فبراير عام 1981 في بغداد. لكن الغريب في الموضوع إن عبد الغني ما اندفنش في العراق. أسرته جابت جثمانه سرا ودفنوه في مقابر الأسرة في اسكندرية، لكن للأسف نهايته ما كانتش الموت في الغربة، هو كمان خسر احترام عيلته ليه. وأخوه بهجت قمر وصف رحيله بكلمات موجعة جدا، قال عليه عاش خائنا ومات غريبا، وده خلى الناس تربطه بكلمة خيانة. والكلمة دي أصبحت كل الناس بتتذكروا بيها، لكنها في النهاية كانت من وجهة نظر شقيقه.